ما صحة الحديث الذي يقول من تصبح ب7 تمرات لا يضره سحر ولا سم؟ هذا حديث صحيح. إذا تصبح الإنسان ب7 تمرات فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر. لكن في بعض ألفاظ الحديث أن هذه التمرات قيدت بتمر العجوة، وفي بعضها قيدت بتمر العالية. فمن العلماء من قال إنه يتقيد بهذا التمر وليس ذلك ثابتا لكل تمر، ومنهم من قال من أخذ بالحديث المطلق، وهو أن أي تمر يتصبح به الإنسان فإنه إذا تصبح ب7 تمرات لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر. وعلى كل حال فالإنسان إذا أفطر بهذه ال7 يعني تصبح بها فإن كان الحديث مطلقا حصل له ذلك، وإن لم يكن مطلقا وكان مقيدا بتمر العجوة أو بتمر العالية فإن هذه ال7 لا تضره. باب العجوة. حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. يجوز سم ويجوز سم. قوله من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة، صبح يعني أكلها في الصباح قبل كل شيء. وقوله عجوة، العجوة نوع من التمر معروف في المدينة، ذكر بعضهم أنه قد انقطع العجوة الأصل، والآن موجود في السوق عجوة يدعى أنها هي العجوة الأصلية، ويباع تمرها بسعر مرتفع. وهل هذا خاص بالعجوة أو عام؟ يرى بعض العلماء أنه عام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تمر العجوة على سبيل التمثيل. قالوا ويدل لذلك أنه قال في بعض الألفاظ ب7 تمرات من تمر العالية ولم يخصه بالعجوة، فعلى هذا يكون عاما وشاملا. وقولها لم يضره سم ولا سحر هذا حق، لا شك أنه لن يضره سم ولا سحر. يعني لو لدغته حية أو لدغته عقرب أو جاء ساحر فسحره فإن ذلك لا يضر. ودنا نقرأ الشرح على هذا، شرح الفتح يمكن أبسط من أبد. إيه عشان نشوف صاحبنا من هذه من يجيب 13 جزء مجلد. والله ما هذه كان بالمكتبة نسخة يعني يمكن نحضرها هنا. ها لا الفتح أحسن. نعم. قال رحمه في ذلك اليوم قبله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بتشديد موحدة أي أكل صباحا قبل أن يأكل شيئا كل يوم 7 تمرات عجوة بتنوينهما مجرورين، فالثاني عطف بيان وينصب على التمييز. ولأبي ذر تمرات عجوة بإضافة تمرات عجوة بإضافة تمرات بالتاريخ بإضافة العام بالخاص. لم يضره بضم الضاد المعجم وتشديد الراء من الضار. ولأبي ذر عن الكشميهني لم يضره بكسر الضاد وسكون الراء من ضاره يضيره ضيرا من ضاره يضيره ضيرا إذا أضره. في ذلك اليوم سم ولا سحر، وليس هذا من طبعها، إنما هو من بركة دعوة سبقت كما قال الخطابي. وقال النووي تخصيص عجوة المدينة وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمها فيجب الإيمان بها. حكمتها حكمها ولا نعلم نحن حكمها فيجب الإيمان بها. وقال المظهري يحتمل أن يكون في ذلك النوع هذه الخاصية
وفي سنن أبي داود من حديث جابر وأبي سعيد الخدري مرفوعا: العجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وفي حديث عائشة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في عجوة العالية شفاء وإنها ترياق أول البكرة أول البكرة. ورواه أحمد ولفظه والله يمكن البكرة أوله يعني أول الطلع، ويمكن أول البكرة يعني الصباح، وهذا أظنه أقرب. نعم. ورواه أحمد ولفظه: في عجوة العالية أول البكرة على ريق النفس شفاء من كل سحر أو سقم. وحديث الباب أخرجه المؤلف أيضا في الطب، ومسلم في الأطعمة، وأبو داود في الطب، والنسائي في الوليمة. طيب. سم، وهذا يقول سقم يعني مرض. سمعت أن الصائم عند إفطاره يجب أن يفطر على عدد فردي من التمر، أي 5 أو 7 تمرات وهكذا، فهل هذا واجب؟ ليس بواجب، بل ولا سنة أن يفطر الإنسان على وتر 3 أو 5 أو 7 أو 9 إلا يوم العيد، عيد الفطر. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يغدو للصلاة يوم عيد الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، وما سوى ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقصد أن يكون أكله التمر وترا.